صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هيدا الفيديو اليوم. بفيديو اليوم رح نحكي مشكلة بتواجهها كثير من البنات واللي هي كيفية اختيار الفاونديشن. بشوف منكم كومنتات الفاونديشن ما عم بيضاين معي، الفاونديشن بعد فترة على الأنف بيروح ولا كأني حطت له شيء، الفاونديشن عم بيتغير لونه، الفاونديشن كثير عم بينشف على وجهي وإلى آخره من مشاكل كريم الأساس اللي بتعاني منها البنات. قبل ما نبدا الفيديو بليز بنات، طلب صغير ومعروف بدي اياكم تعملوه انه تحطوا لايك على الفيديو، تكتبوا لي كومنت وتفعلوا كمان زر الاشعارات حتى يكون عم بيجيكم نوتيفيكيشن لما ننزل فيديو جديد. ويلا خلينا نبدا. هلا بدي اياكم تعرفوا شغله، انه لو رحتوا جبتوا فاونديشن حقه شو بدي اخبركم $100 وما رعيتوا معايير معينه قبل ما تشتروه، صدقوني هيدا الفاونديشن حتى ولو كان حقه $100 انتم مش حتحبوه على بشرتكم. ليش؟ لانه انتم اشتريتوه هيك عشوائيا، والله يمكن لانه غالي هاي المره رح ينفع لي بشرتي. والمشكله ابتدت هون، انه انا بس ركضت على البراند، انا ركضت على الشيء الغالي لعله وعسى انه يطلع الفاونديشن كتير حلو على بشرتي. مش لازم فاونديشن يكون ب$100 مثلا وما يكون حلو على بشرتي، لا، في ما يكون حلو على بشرتك اذا انت ما رعيتي عده اشياء مهمه اذا بقول مهمه 100 مره ما بتكفي قبل ما تشتري هيدا الفاونديشن. اليوم اخترت لكم مجموعه من الفاونديشنز اللي هن سعرهم كتير مقبول، واكيد يعني بفتكر 3/4 البنات رح تكون قادره انه تشتري، واللي هي مجموعه فاونديشنات شي جلام. انتم شايفين عده اشكال، عده الوان، عده احجام. الفاونديشن بهاي المجموعه بيفرق، وكل فاونديشن بهاي المجموعه رح يكون مناسب لناس وناس تانية لا. فحنتحدث عن مميزات هيدي الفاونديشن وحاشرح لكم كيف تتوصلوا لاختيار الفاونديشن المناسب حتى ولو كان سعره منه غالي، اللي يكون يناسب بشرتكم. اخترت لكم مجموعة شي جلام عشان يكون 3/4 البنات قادرة انها تشتري، 3/4 البنات تعرف لما تفوت على ويب سايت شي جلام شو تشتري من هيدي الفاونديشن، اي نوع فاونديشن رح يكون عم بيناسب على بشرتها. اول خطوه لازم تنتبهوا لها انه بشرتكم كثير اول شيء نظيفه، ثاني شيء مرطبه بكريم المرطب الخاص لبشرتكم بالتحديد اللي انتم بترتاحوا عليه، ثالث خطوه انه تكونوا عم بتحطوا اذا كنا بالنهار واقي الشمس. مرطبتها بس هلا عم حط معكم الحمايه من الشمس. تاني شيء لازم تحطوا برايمر. شو هو البرايمر؟ هو أساس الميك اب. في حال كانت بشرتكم من عند التيزون مثلي بتزيت، لازم تحطوا برايمر اللي هو يمنع الزيوت، اللي هو بيعمل كنترول على افراز الزيوت. اذا كانت بشرتكم بتنشف بتحطوا البرايمر اللي هو بيعطي ترطيب، بيعطي تغذية للبشرة عشان يساعد الفاونديشن انه ما كتير ينشف على بشرتكم اذا كانت بشرتكم جافة. ثالث خطوة اذا كانت مثلا بشرتكم عادية ممكن انكم تحطوا برايمر وبيعطي جلو، بيعطي لمعة، بيعطي نضارة. فخطوة البرايمر هي خطوة كتير مهمة قبل الفاونديشن. إذا بتلاحظوا أنا هلأ طفت لمعة الأنف عندي وعلى الخدود بعد في لمعة، ليش؟ لسبب واحد، إنه أنا بشرتي مختلطة، كل واحد رح يشتغل على حسب بشرته. إذا بشرتكم كلها بتفرز زيوت فيكم تحطوا هيدا مثل هيدا البرايمر اللي أنا حطيته يطفي لكم كل لمعة الوجه منشان يساعدكم إن الفاونديشن يضاين أكثر. إذا كانت بشرتكم مثلي اعملوا الخطوات اللي أنا عملتها بالضبط. إذا كانت بشرتكم جافة لازم تحطوا البرايمر اللي هو هيك جلوي بيعطي لمعة على كل وجهكم، فكل واحد على حسب حالته. هلا رح نغوص بدرس اليوم واللي هن اذا انا بشوف بس هيدي الفاونديشن انا بتطلع شو الفرق بين هيدول الفاونديشن. هل هن بس شكل الفاونديشن؟ هل هن الوان الباكج العلبة الخارجية؟ اكيد لا، طبعا لا. كل واحد عم يفرق عن الفاونديشن التاني بمعايير معينة رح تخلي فاونديشن معين يكون مناسبك إلك على بشرتك بس ما يناسبني إلي. باختصار ومشان اوصل لكم المعلومه بطريقه كتير سهله، لازم تراعوا شيء كتير مهم واللي هو 3 انواع من البشره. خليني اخبركم شو هو هيدا الفاونديشن. هيدا الفاونديشن مكتوب عليه شي جلام كومبلكشن برو لونج لاستنج. انتبهوا في إلها معاني معينه. لونج لاستنج بريذبل مات فاونديشن. شو مكتوب عليه؟ لونج لاستنج. هيدا الفاونديشن بيطول كتير مدة على بشرتكم، وبريذبل بتخلي البشرة تتنفس. بس شو مكتوب بالأخير؟
مات فاونديشن. مات شو يعني؟ مطفي. يعني انت اذا بشرتك بتدهن او بشرتك مختلطه مثلي ممكن انك تكوني عم تستخدمي هيدا الفاونديشن لانه حيعطيكي مات فينش، حيعمل كنترول على افراز الزيوت اللي عندك اساسا تفرز بالبشره، حيعمل عليها كنترول. فمن هون بعرف انه انا بشرتي دهنيه، بس هيدا الفاونديشن ايه رح يكون عم بنسبها. هيدا الفاونديشن من جوا بيجي معه اللي الكيس هو المخملي، وهيدا هو شكل الفاونديشن الخارجي. شيء كتير مهم كمان بنات ترجوا الفاونديشن قبل ما انتو تجربوه على بشرتكم، لانه احيانا بيكون منه مخلوط على سوا، احيانا بيكون لكم فتره هيك موقفينه فبتحسوا الفاونديشن فاصل. خدوا الفاونديشن حتى كل المكونات تنمزج مع بعضه، من بعدها استخدموا. هاي كمان كتير مهمه. جيت حطيت منه للفاونديشن، شوفوا كيف اولا تغطيته كتير عاليه، ثانيا هلا انتم عم بتشوفوا في لمعه لانه هلا بعدني حطيته، بس بعد شوي حيصير جد جد مات مطفي على البشره، وخاصه لما نحط فوقه اللوز باودر حيطفي دغري. النوع الثاني اللي عند شي جلام اللي هو مكتوب عليه، شوفوا بليز جد ما اسهلها هيدي الشغله، انه مكتوب عليه سكينفينيتي هايدريتنج فاونديشن. شو يعني؟ هيدا الفاونديشن صمم خصيصا للبشرات اللي هي جافه، للبشرات اللي هي ممكن كمان العاديه اذا بتحبوا بشرتكم، اذا هي عاديه بشرتكم بتحسوها لنا ميله على الدهنيه ولا ميله على الجافه، كثير رح يكون عم بيناسبكم فاونديشن اللي هو هايدريتنج. اكثر على خلط الفاونديشن اكثر من انه المات، لانه الهايدريتنج بيكون فيه هيك ترطيب بيفصل عاده عن الفاونديشن بحد ذاته. فشوفوا اذا انا جيت حطيته، اول شيء اسلس وسائل اكثر، جد مي، عرفتوا يعني اكثر اسلس، انمد بشكل اسهل. ليش؟ لانه عم بخبركم في شغله كثير مهمه واللي هو الهايدريتنج، الترطيب، فبتلاقوا انه جد دمجه اسهل. مديت الفاونديشنز على البشرة حتى تشوفوا جد الفرق كيف بس ينشفوا على البشرة. هيدي بشرة دهنية لأنه شوفوا كيف صار الفاونديشن مات، طفت كل اللمعة اللي كانت موجودة بالأول. وهيدا الفاونديشن رح يكون عم بيناسب البشرات الجافة وحتى العادية، لأنه شوفوا بعد فيه جلو، بينعش البشرة، بيرطبها. لازم تعرفوا كتير منيح إنه الفاونديشن المات تغطيته جد 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 عالية، يعني فاونديشن مناسبات. حتى كمان اللي فيه هايدريتنج هو كمان تغطيته عالية، بس أنا بحس انه ممكن نحطه ايه بشكل يومي، اما المات فاونديشن لا، بحسه جد مناسبات. فكمان لازم تنتبهوا من بعد ما تكونوا حددتوا نوع بشرتكم، تنتبهوا انه هل انا بدي اياه الفاونديشن يكون تغطيته عاليه، لانه في انواع تغطيته عاليه في انواع لا، هل انا بدي اياه يكون تغطيته متوسطه، او هل انا كمان بدي اياه تغطيته خفيفه. جد بتفرق. من هون شي جلام طلعوا نوع ثالث من الفاونديشن واللي هو السكين بالم. هيدا الفاونديشن اللي بيميزه عن الاثنين فاونديشن اللي هلا حكيتكم عنهم، انه صح تغطيته كامله بس هو كتير خفيف على البشره، هو بالم فيكم تستخدموه كل يوم مثل السي سي كريم، مثل البي بي كريم. هيدا الفاونديشن هن بالضبط اللي كاتبين عليه بلسم كريم الاساس. من هون بتكتشفوا انه جد الفاونديشن هيك مثل البلسم على الوجه، يعني كتير خفيف ولو انه بيعطي تغطيه عاليه. بس انا من تجربتي، مش اول مره طبعا جربهم، كل هالانواع من الفاونديشن جربتهم عن تجربتي، هيدا الفاونديشن مش كتير رح يكون عم بيناسب البشره الدهنيه، لانه كتير هيك بيعطي طبقة من الترطيب جد يمكن البشرة الدهنية ما تتحملها. هيدا شكل العلبة كمان من جوا، كل فاونديشنات شي جلام عاملين لهم باكج كتير حلوة، وهاي شكل العلبة الخارجية. وبس نفتحه في كمان بيجي هاي، فاذا انتم جبتوا فاونديشن وبدكم تستخدموه هلا افتحوه، اذا ما بدكم تستخدموه خلي هاي الكفر محافظ على جوده الكريم اللي جوا. بدي اني احكي لكم اياها بالنسبه لهيدا الفاونديشن، كاتبين انه بيناسب هو البشرات الحساسه، البشرات اللي ما بتتحمل كميه منتجات تكون هيك ثقيله على البشره. فاونديشن بنات عن جد ملمسه كانه كريم، وحتى اكثر بس هيك تحكوه هون على الوجه، جد كريم لزج كتير هيك مائي، كتير ناعم، كتير سلس، جد بلسم. اليوم عم بدي استخدم هيدا البالم فاونديشن لانه بدي تغطيه، بس بدي اياها تكون ناعمه على البشره، ما بدي يكون الميك اب او الفاونديشن اللي عم بحطه هيك كتير تقيل. وراح استخدم هيدي السكين فلونسر فاونديشن براش. طبعا الدرجه جدا جدا مناسبه لبشرتي واللي هي درجه نود.
وعلى منطقة الأنف ولأن بشرتي بتزيت رح استخدم المات فاونديشن بس هون على الأنف خاصة. سبونج رطبة ببيوتي بلندر، انكم تمروا على كل الفاونديشن حتى تتأكدوا انه موزع بكمية متساوية، انه منه مخطط، انه منه نسيانين ولا اي بارت بوجهكم ما حطيتوا عليها الفاونديشن. وبالنسبة للكونسيلر دايما الكونسيلر لازم تختاروه افتح بدرجة ماكسيموم بدرجتين من لون بشرتكم، او حتى كمان في ناس بتختارها بنفس لون درجة بشرتها لانه ما بدها تكون الهايلايت او الكونسيلر كتير مضوي على الوجه. الفاونديشن كيف طلع بعقد على الوجه، حتى في مره بتذكر كنت حطيته نفسه هيدا الفاونديشن بالب، وفي صبيه قالت لي بس شو كريم الاساس اللي انت حطيتيه على بشرتك، جد من كتر ما هو كان مبين طبيعي ومريح للبشره. شيء كتير مهم كمان انكم جد تعرفوا تختاروا الدرجه المناسبه لإلكم. هلا من بعد هيدا الشيء رح نثبت كل اللي حطيناه على الوجه باستخدام الباودر. بدي استخدم الباودر الجديده كمان من شي جلام اللي اسمها البابل جام، وكميه خفيفه، ورح اكتفي بس باني احط هون واكيد شوي على الانف منشان نخلي هيدا المات فاونديشن جد مات على الانف. بنات هيدي كانت نتيجة فاونديشن اليوم، جد 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 كتير حبيتها، ان شاء الله انتم كمان تكونوا هيك مبينة النتيجة عندكم كتير حلوة. كمان اذا عندكم اي سؤال او استفسار على المنتجات تبع شي جلام اسألوني، اذا ما تكون عارفين كيف تحددوا درجة الفاونديشن اللي ممكن تناسب على بشرتكم كمان اسألوني وخبروني اياها بالكومنت عشان نكون قد ما في عم رد عليكم. طبعا كمان رابط المنتجات والكودات رح تلاقوها بصندوق الوصف. بليز قبل ما تفلوا اخر طلب ما تنسوا لي اللايك الكومنت وتفعلوا زر الاشعارات، تابعوني كمان على السوشيال ميديا وانا بحبكم قد الدنيا كلها. باي باي.